السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله معانا فيديو جديد هنشرح اول درس في يونت 1 بريب 3. النهارده عندنا درس الجرامر. درس الجرامر بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم على البريزنت بيرفكت. هنعرف النهارده يعني ايه بريزنت بيرفكت، هنحل عليه وهنتدرب عليه كتير. يلا ابدأ معايا. طب اول حاجه انا بتكلم النهارده على البريزنت بيرفكت. يعني ايه present perfect يا ميس؟ present perfect يعني المضارع التام. يبقى معنى present perfect المضارع التام. طيب اوكي، انا عشان اجي ادرس اي زمن في الانجليش في كذا حاجه لازم اكون عارفاها عنه. اول حاجه هي استخدام الزمن. يا ترى الزمن ده انا بستخدمه في ايه؟ هو اي زمن انا بستخدمه في اي جمله بيعبر عن اي حدث؟ لا، كل زمن عندنا في الانجليش هو بيعبر عن حدث معين في وقت معين. انا هديلك الاستخدام الاول قبل ما ناخد ايه؟ قبل ما ناخد التكوين بتاعه. يبقى انا اول حاجه هديها لك هو اليوسج. يعني ايه يوسج يا ميس؟ يعني الاستخدام بتاع الزمن. فقال لي ان انا بستخدم البريزنت بيرفكت عشان اتكلم على حاجه حصلت في الماضي، لكن انا ما قلتلكش هي الحاجه دي حصلت امتى. طب ما توضحي لي اكتر يا ميس. يعني لو جيت قلت لك I have read 3 books. يعني ايه I have read 3 books؟ يعني انا قرأت 3 كتب. طب انا قلت لك انا قريت ال3 كتب دول امتى؟ لا، انا ما حددتش الوقت الزمني اللي انا قريت فيه. فلما اجي اقول لك I have read 3 books معناها ان انا قريت 3 كتب، لكن ما عملتلكش هنا تحديد زمني. ما قلتلكش هنا انا قريت ال3 كتب دول yesterday. ما قلتش ان انا قريتهم امبارح. ما قلتش ان انا قريتهم 3 hours ago من 3 ساعات. طب يا ميس امال اصلا انا لو هستخدم yesterday او من 3 ساعات هيتحول هيبقى زمن تاني خالص؟ طبعا هيبقى زمن الباست سيمبل. ده مش موضوعنا النهارده. انا اللي يهمني ان انت تبقى عارف ان انا بستخدم المضارع التام عشان اعبر لك عن حاجه حصلت دون ذكر وقت زمني، حصل في الماضي. يبقى انا ما قلتلكش حاجه حصلت في الماضي وخلصت، انا قلت لك ان انا قريت 3 كتب بس. يبقى ده اول استخدام عندي. تمام. طيب لو انا بقى حاجه تانية لسه عاملها دلوقتي حالا، جيت قلت لي مثلا I have just eaten. يعني ايه I have just eaten؟ انا لسه واكل دلوقتي. just دي معناها حالا، ان انت لسه عامل الحاجه ديت حالا دلوقتي. يبقى اول حاجه انت قلت لي انا قريت 3 كتب وما حددتش انت قريت ال3 كتب دول امتى. تاني حاجه انت قلت لي انا لسه عامل الحاجه دي دلوقتي حالا، يبقى حدث حصل دلوقتي حالا. طيب تالت حاجه ايه يا ميس؟ تالت حاجه لو انا جايه بقول لك I مثلا have lost my keys. يعني انا ضيعت المفاتيح بتاعتي. so ولذلك I can't get it. يعني ايه I can't get in؟ يعني انا مش عارف ادخل البيت بتاعي. يبقى انا عملت حاجه في الماضي وترتب عليها حاجه في المضارع بقى ليها result. بقى ليها ايه يا مس؟ result. يعني ايه result؟ يعني نتيجه في المضارع. كمان مره انا لما باجي اتكلم على زمن المضارع التام الاستخدام الاول ليه ايه؟ الاستخدام الاول يا مس ان انا بتكلم على حاجه عملتها وما حددتش انا عملتها امتى بالظبط، من ساعه، من ساعتين، امبارح. طيب تاني حاجه انا بتكلم على حاجه لسه عاملها دلوقتي حالا. طيب تالت حاجه بقول I have lost my keys. انا ضيعت المفاتيح بتاعتي. وبعدين so I can't get in. يعني انا مش عارف ادخل البيت بتاعي. يبقى حدث وله نتيجه، حدث وليه ايه؟ result، يعني نتيجه. طيب رابع حاجه حصلت في الماضي وهي still in progress، هي لسه بتحصل لحد دلوقتي. زي ايه مثلا؟ تقول لي we have lived here. we have lived here since 2010. يعني احنا عايشين هنا من سنة 2000 وايه؟ من سنة 2010. يبقى منذ 2010 واحنا عايشين هنا.
لاحظنا بقى ان الحاجه المشتركه عندنا على البورد ايه؟ ان انا بجيب لك في الزمن ده هاف والبي بي اللي هو الفي 3 اللي هو التصريف الثالث للفعل، بجيب هاف والبي بي، يبقى ده هينقلنا لنقطه ثانيه وهو تكوين الزمن. اعمل بقى مايند ماب كده في دماغك وانت شغال وبتذاكر. اول حاجه هتقولها لي ان المضارع التام بيعبر عن حاجه حصلت وما قلتش التحديد الزمني بتاعها في الماضي، ما قلتش yesterday ولا قلت لك مثلا 2 hours ago ولا last week. طب رقم 2 I have just eaten، انا لسه واكل حالا، يبقى حاجه بتحصل دلوقتي حالا، لسه مخلصها دلوقتي حالا. تالت حاجه حدث حصل في الماضي بس النتيجه بتاعته لسه الاثر بتاعها في المضارع. I have lost my keys so I can't get again. اوكي، اخر عندنا استخدام ليه وهو بيعبر عن حاجه هي حصلت في الماضي لكن هي لسه شغاله وبتحصل دلوقتي، فبقول لك we have lived here since 2010، احنا عايشين هنا من سنه 2010. يبقى معنى كده ايه يا ميس؟ يبقى معنى كده ان احنا لسه عايشين هنا برضو في نفس المكان. تمام، تعالى بقى تنقل معايا لنقطه ثانيه. ايه هي النقطه الثانيه يا ميس؟ انا هتكلم على دلوقتي على الفورم بتاع تكوين الزمن. يا ترى ايه الفورم بتاع تكوين الزمن ده؟ قال لي الفورم بتاع تكوين الزمن ده بيتكون من الفاعل. يعني ايه الفاعل يا ميس؟ قال لي خد بالك ان الفاعل بتاعك يعني السبجكت. يعني ايه فاعل؟ يعني subject. اوكي، الفاعل بقى السبجكت ده ممكن يكون جمع او I you we they، وفي الحالة دي هيجي بعدها have. وانت بتذاكر بقى خد بالك معايا ان الاختصار بتاع have هو apostrophe VE، وبيجي بعدها الفي 3. يعني ايه في 3؟ يعني البي بي اللي هو التصريف الثالث للفعل، او ممكن الفاعل ده يبقى مفرد زي هي او شي او ات، وفي الحالة دي هيجي بعدها has، والاختصار بتاع has apostrophe S، وبرده هيجي لك بعدها الفي 3 اللي هو التصريف الثالث للفعل. طب احنا خدنا امثله على have، تعالى ندي لك بقى مثال على has. فلو جيت قلت لك she has studied English، يعني هي بتدرس English for 3 years، يعني هي بتدرس انجليزي لمده قد ايه؟ لمده 3 سنين. كمان مره، يبقى انا استخدمت الاستخدام بتاعك بتاع المضارع التام بيتكون من ايه؟ have او has زائد التصريف مين؟ زائد التصريف الثالث. جميل. طب لو انا عايزه استخدم بقى النيجاتيف، يعني ايه نيجاتيف يا ميس؟ يعني النفي. يعني ايه نيجاتيف يا شباب؟ يعني النفي. النفي ازاي بقى؟ تعالى ننفي الجمله دي كده. هقول لك she hasn't، نفس الجمله بس استخدمت not بعد has، يبقى she hasn't studied English. يبقى هي ايه؟ هي ما بتدرس انجليزي مثلا since منذ، ما بتدرس English since 2016، ما بتذاكرش انجليزي ولا بتدرس انجليزي من سنه 2016. يبقى ده بالنسبه لمين يا ميس؟ لاستخدام النفي. يبقى اوعى تنسى بقى ان انت عشان تستخدم النيجاتيف بتاعك فانت بتستخدم لي يا اما hasn't يا اما haven't زائد الفي 3 او البي بي اللي هو التصريف الثالث للايه؟ التصريف الثالث للفعل. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى انا شرحت لك حاله الاثبات وشرحت لك حاله النفي. تعالى بقى ندخل على حاله السؤال زي الفل في الكويستشن. طيب اوعى تنسى بقى ان انا لما باجي اشرح لك نوعين بيبقى عندي فيه نوعين منين؟ من الكويستشن. قال لي اول حاجه في حاجه اسمها الدبليو اتش كويستشن، وفي حاجه ثانيه عندك اسمها اليس والنو كويستشن. طيب يعني ايه دبليو اتش كويستشن؟ معناها السؤال بأداة استفهام. طيب ازاي بعمل سؤال بأداة استفهام في زمن المضارع التام؟ قال لي انت بتبتدي بالكويستشن وورد. يعني ايه كويستشن وورد؟ اللي هي أداة الاستفهام، وبتجيب لي بعدها يا اما هاف يا اما هاز. برافو، انا سامعه حد بيقول لي هجيب بعدهم الفاعل
وطبعا الفاعل عندك مع الهاف هيبقى I you we they، ومع الهاز هيبقى he she it. يبقى انت بتستخدم هنا السبجكت اللي هو الفاعل، وبجيب بعد كده في الاخر البي بي اللي هو التصريف الثالث. تمام، تعالى كده بقى ناخد مثال عليها. لو جيت قلت لك مثلا how long have you lived here؟ طب يا ترى هو انت اصلا عايش هنا بقالك قد ايه؟ how long كتير بسأل معناها هنا كم المدة، وكتير بتيجي مع زمن المضارع التام. انت عايش هنا بقالك قد ايه؟ لما اجي اجاوب انا مش محتاج طبعا مين؟ اداة الاستفهام، فهتقول لي I have lived here. انا عايش هنا مثلا since I was young، من وانا صغير، من ساعة ما انا كنت صغير انا عايش هنا. يبقى ده مثال ازاي بقدر اعمل السؤال في زمن المضارع التام. جميل. طب يعني ايه بقى yes و no question؟ yes و no question معناها ان انت بتعمل سؤال بترد عليه يا اما بنعم يا اما بلا. يعني ايه اما بنعم او اما بلا؟ لو جيت قلت لك have you ever been to لندن؟ هل انت عمرك زرت لندن؟ تاني ركز بقى في الحته دي، خد بالك المعلومه دي على السريع، ان been to بتساوي visit. يبقى الفعل been to بيساوي ايه؟ بيساوي visit. been to معناها ان انت رحت وزرت المكان ده، فانا بقول لك have you ever been to لندن؟ هل عمرك زرت لندن؟ تمام، فانت هتقول لي ايه؟ لو انت زرت لندن هتقول لي yes. جميل، I have. وممكن طبعا اكمل بقيه الجمله. طب انا عملت ايه؟ الضمير يو انا حولته لاي وبعدين نزلت الهاف. او هتقول لي no I haven't been to London. لا انا ما رحتش ولا سافرت لندن ولا حاجه. اوكي لحد كده تمام؟ لحد كده تمام. بص بقى معايا، انا دلوقتي عملت لك ايه؟ انا دلوقتي قلت لك ان اول حاجه اليوسج، صح؟ صح، الاستخدام. وتاني حاجه اديتك ايه؟ اديتك التكوين بتاعها اللي هو الفورميشن او الفورم بتاعها. طيب تالت حاجه اديت لك النيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني النفي بتاع الزمن. رابع حاجه اديت لك الكويستشن. يعني ايه كويستشن؟ ازاي زمن المضارع التام بيجي في السؤال. طيب خامس حاجه هي الكي ووردز بتاعت الزمن. يعني ايه الكي ووردز؟ يعني الكلمات اللي بتدل على الزمن، وطبعا دي هي اللي هناخد وقت فيها شويه لان هما كل كلمه بيبقى ليها مكان جوه الجمله. طب يا ميس تعالى بقى كده ناخد الايه؟ الكي ووردز بتاعت البريزنت بيرفكت. طيب ايه هي الكي ووردز بتاعت البريزنت بيرفكت؟ اوكي احفظ بقى معايا. اول حاجه عندك just معناها حالا لسه بتحصل، already بالفعل، since، for، yet، في عندنا كمان lately و recently. وليتلي وريسنتلي معناها مؤخرا، يعني حاجه لسه حاصله من وقت قليل، يعني مثلا في الاحداث اللي هي لسه حاصله بقى لها يومين ثلاثه. طيب خد بالك من حاجه، ان انا ممكن كمان تيجي لي كلمه so far، حتى الان. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالى بقى ناخد كلمه كلمه. اول حاجه عندك مين؟ اول حاجه عندي يا ميس هي just. جميل، يبقى اول حاجه عندي هي مين؟ هي just. just بتيجي ازاي؟ بتيجي بعد have او بعد has، بجيب بعدهم just زائد التصريف الثالث كمان مره. يبقى just بتيجي فين؟ بتيجي في جمله مثبته. just بتيجي فين؟ بتيجي في جمله مثبته. يعني ايه جمله مثبته يا ميس؟ يعني جمله ما فيهاش نوت. يعني ايه جمله مثبته؟ يعني جمله ما فيهاش ايه يا شباب؟ نوت. زي مثلا تقول لي I have just eaten. انا لسه واكل حالا، لسه مخلص الاكل بتاعي حالا. just جت فين بقى؟ جت بعد مين؟ جت بعد have كمان مره. يبقى just جت لك فين؟ جت لك بعد ايه؟ جت لي بعد have. تمام كده. ندخل على اللي بعدها. هدي لك دلوقتي كلمه already. تمام،
already بقى شويه خداعه في الاسئله. بتجيلك ازاي؟ already بتجيلي اصلا بعد have او has، يبقى اول مكان ليها في الجمله المثبته بعد مين يا شباب؟ بعد have او has. طب بتيجي فين؟ ممكن كمان تيجي في اخر الجمله، واخر حاجه ليها ان هي ممكن تيجي لي في الكويستشن. بس اي كويستشن بقى؟ الكويستشن التعجبي، وهوري لك شكله دلوقتي. يعني تعالى هديلك الجمل بتاعتها على طول وبعدين اقول لك شكلها بقى جاي فين. اول حاجه هقول لك I have already finished my work. جميل جميل. يبقى انت لاحظت بقى اهي جت فين؟ جت فين عندك في الجمله؟ جت بعد ايه؟ جت بعد have. او اقول لك مثلا she has visited her grandpa already. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ بص بقى already جات لك في كام مكان؟ ركز معايا عشان موضوع already دوت بيجي في سؤال الكوريكت وساعات بيحيركم. already جت اهي بتيجي بعد have او has في الجمله المثبته، وكمان جات لي في اخر الجمله. يبقى يا اما تجيلك بعد have او has، يا اما هتجيلك في اخر الايه؟ في اخر الجمله. طيب يا ميس بتيجي فين تاني بقى؟ قلت لك في السؤال التعجبي. تعالى ناخد مثال عليها. have you done your homework already? You are so fast. ايه ده؟ ده انت سريع قوي. بص بقى انا اتعجبت ازاي من الحاجه اللي انت عملتها. انا بقول لك ايه؟ have you done your homework already؟ ايه ده؟ ده انت شاطر قوي، انت خلصت الواجب بتاعك، انت سريع. الشرط عندي ان استخدم already في حاله السؤال امتى يا ميس؟ ان يجي لي بعدها جمله تعجبيه. يجي لي بعدها جمله ايه؟ تعجبيه. ان انا مش قادره اصدق ان انت عملت الايه؟ الحاجه دي. اقول لك you are wonderful. ده انت رائع يا جدع. you are wonderful. انا مش مصدق ان انت خلصت العمل بتاعك. بقول لك مثلا you are wonderful. يبقى ده بالنسبه لاستخدام already. يبقى already استخدمتها في كام مكان معاك؟ في 3. اول واحد بعد have او has. طيب تاني واحد في اخر الجمله المثبته، وتالت واحد في اخر جمله السؤال اللي هو لازم يجي بعدها جمله تعجبيه. زي الفل. نكمل باقي الكلمات بتاعتنا. يبقى احنا لحد دلوقتي اديتك مين؟ تعالى نرتبهم كده على جنب. احنا اخدنا just واخدنا already. جميل. تعالى بقى ناخد الثالثه بتاعتهم اللي هي مين؟ yet معناها حتى الان. طب yet يا ميس هتجيلي فين؟ هقول لك بقى yet هتجيلك فين. بص دي I haven't finished I haven't finished my work yet. يعني ايه؟ انا ما خلصتش الواجب بتاعي لحد دلوقتي. انت شفت انا عملت ايه في الجمله؟ شفت يا ميس ان انت جبتي نوت مع yet. يبقى yet دي بتجيلي فين؟ بتجيلي في الجمله المنفيه. يبقى yet بتيجي فين يا شباب؟ في الجمله المنفيه. كمان مره yet بتجيلك فين؟ في الجمله المنفيه. طب yet بتيجي في الجمله المنفيه بس؟ لا، هي كمان ممكن تجيلي في جمله الايه؟ السؤال. زي ايه؟ has he read the book yet؟ يعني هل هو has he read the book yet؟ هل هو قرأ الكتاب حتى الآن؟ يبقى أنا yet دلوقتي استخدمتها فين؟ استخدمتها في آخر السؤال. يبقى yet ليها مكانين في الجملة، في السؤال والنفي. كمان مرة yet ليها كام مكان في الجملة يا ولاد؟ في السؤال وفين؟ وفي النفي. ندخل على اللي بعده. اوكي، كمان مرة هقول لك ان احنا اخدنا just و already و yet. طيب تعالى بقى نشوف عندنا
never وعندنا كمان ever. جميل؟ عندنا never وعندنا ever. never بتجيلك في الجملة عشان تقولك إن الجملة دي منفية، هي معناها أصلا بيبقى منفي. يعني إيه؟ يعني ممكن تقولي I haven't visited France. يبقى أنا عمري ما زرت مين؟ عمري ما زرت فرنسا. يبقى I haven't visited إيه؟ France. طب ممكن أستغنى عن إيه؟ عن النقطة دي وأقول لك إيه بقى؟ I have never visited France. يبقى أنا إيه؟ عمري ما زرت فرنسا. خدت بالك بقى؟ يبقى never هنا عبرت لي إن الجملة أصلا منفية، إن الجملة إيه يا ولاد؟ منفية. ناخد مين؟ ناخد ever. ever بتيجي في السؤال، ever بتجيلك في جملة السؤال وكمان بتجيلك في صيغة التفضيل. يعني إيه يا ميس صيغة التفضيل دي؟ تعالى بقى نشوفها. يعني إيه السؤال ويعني إيه صيغة التفضيل؟ فهقول لك have you ever eaten pasta؟ هل انت عمرك اكلت باستا؟ بتحبها يعني؟ هل انت عمرك اكلت الباستا؟ اكلت المكرونه؟ have you ever eaten pasta؟ يبقى ever هنا جت فين؟ جت فين يا ولاد؟ جت في السؤال. ever جت فين؟ جت لي في السؤال. طيب هي ممكن تجي لي بقى ازاي في صيغه التفضيل؟ this is، لو جيت قلت لك this is the most interesting movie I have، ركز بقى في دي، I have ever seen. تمام؟ تمام. اوكي، اعيد لك الجملة دي، ايه رأيك؟ عشان تبقى واضحة قدامك أكتر. تعالى كده نعيد الجملة دي عشان أنا صيغة التفضيل دي عايزاك تبقى عارفها هي بتيجي ازاي مع الجملة بتاعت ever. بص بقى أنا قلت لك ايه؟ بص يا ولاد كده معايا، أنا قلت لك ايه؟ This is the most interesting movie I have ever seen. يعني ايه الكلام بقى ده يا ميس؟ انا بقول لك ان ده اكتر فيلم مشوق وممتع انا شفته. بص كده، كلمه ever هنا هي ما جاتليش في سؤال، هي جت في جمله خبريه عاديه جدا، ما جاتش في سؤال. امال ايه يا ميس؟ امال هي عشان جات لي مع صيغه التفضيل. يعني ايه مع صيغه التفضيل؟ اللي هي الصفه بيكون فيها اس تي او اي اس تي، والصفه طبعا بتاعه interesting عشان صفه طويله جبت قبلها the most. يبقى في مكانين لايفر في الجمله، ايه هما؟ اول واحد بتجيلي مع صيغه التفضيل، وتاني واحد بتجيلي في السؤال. وتاني واحد بيجيلي فين؟ في السؤال. ناقص عندنا ان احنا دلوقتي ناخد مين؟ ناخد since وناخد for. ايه الفرق ما بين since وفور يا ميس؟ since معناها منذ، طيب وفور معناها لمده. بيقول لي في شويه تريكس كده بتعرفني الفرق ما بين since وفور في جمله الامتحان. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ since اول حاجه هي بتعبر لك عن بدايه المده. يعني ايه عن بدايه المده يا ميس؟ يعني انا مثلا بذاكر انجليزي او بدرس انجليزي، مثلا خلينا ندرس انجليزي، انا بدرس انجليزي من سنه 2010، يبقى انا قاعد بدرس انجلش، اتفقنا؟ من سنه 2010 لحد دلوقتي انا لسه ما بطلتش. انما فور انا بجيب الفتره الزمنيه كلها اللي انا درست فيها الانجليش بتاعي. طب في شويه حاجات بتخليك تقدر تفرقهم. ان سنس بيجي بعدها سنه، لو قلت لك مثلا منذ 2010، لو جيت قلت لك مثلا منذ yesterday، منذ امس، لو جيت قلت لك since last week، يعني last زائد مدة زمنية، زي week بقى month، منذ الشهر اللي فات. اتفقنا؟ اتفقنا. في كمان عندك كلمة then، منذ ذلك الحين. طيب دي الحاجات اللي since بتيجي معاها، مثلا since Monday، منذ يوم الاثنين اللي فات. جميل جميل.
تعالى نروح لفور بقى. طب فور بقى انا بحسب المده، يعني مثلا for 3 years، يعني بقالي قد ايه؟ 3 سنين. فهتلاحظ هنا ان انا في كلمه years انا حطيت لك الاس، يبقى دايما فور بيجي معاها الحاجه الجمع. طب الحاجه الجمع بس يا ميس؟ لا، الحاجه الجمع ولو حاجه اولها او ان. يعني ايه او ان؟ اقول لك مثلا for a week. for ايه بقى؟ a week. ركز معايا، انا حددت ان هو لمده اسبوع كامل، على عكس لما انا كنت بقول لك ايه since مثلا last week، منذ الاسبوع الماضي. فور لو مثلا استخدم فور بقى يبقى فور ايه؟ a week او فور an hour، لمده ساعه. يبقى اي كلمه فيها اس، المده الزمنيه عندك بتاعتك فيها اس، الكلمه بتبتدي بآ او بآن، هتختار فور. طب بس كده يا ميس؟ لا، قال لي كمان زي مثلا فور ages. زي ايه كمان؟ قال لي for a long time، لمدة وقت طويل. طب كمان مش عندك اهي، يبقى انا على طول for a. ركز بقى في التركة دي. طب لو انا عايزة اقول the last week، جميل. طيب انت هنا يا ميس شرحتي لي ايه؟ انت هنا شرحتي لي وقلتي لي ان انا لو بقول last week بس، لو انا بقول لك last week بس، فانت هتقولي لي يا ميس ايه؟ since. جميل جميل. طب the last week عشان احدد المده احط ايه؟ the. طب بس احيانا بتجيلك جمل اللي برضه بيبقى فيها عندك the، ولكن انت بتختار معاها since. زي ايه؟ زي تقول لي مثلا I haven't seen علي، انا ما شفتش علي. بص بقى في اللي جايه دي since the last holiday. يعني ايه الكلام ده؟ انا ما شفتش علي من الاجازه، من اخر اجازه. بص انا جبتها ازاي تاني؟ the last holiday. طيب ايه الفرق بقى لما اجي اقول لك the last week و the last holiday؟ بص the last week جه بعدها مده زمنيه، the last كلمه week دي مده زمنيه، انما last holiday بص كده على last holiday هتلاقي ان last holiday كلمه holiday ديت اسم. كلمة هوليداي عندك دي ايه؟ دي اسم. يبقى انا تاني ذا لاست ويك لو كلمة ذا لاست جه بعدها مدة زمنية اختار فور. طب تاني، انما لو جالي ذا لاست هوليداي، ذا لاست ميتنج مثلا، اخر مقابلة كانت ما بيننا، فعلى طول هختار سينس. على طول اختار ايه يا شباب؟ اختار سينس. يبقى المثال ده بالنسبة لي كان لازم انت تبقى فاهمه كويس. طيب في حاجة تانية يا ميس؟ في حاجة تانية، ان سينس احيانا بتجيلك فين؟ بتجيلي في نص الجملة. طب لو جات لي في نص الجملة هيجي بعدها ايه؟ هيجي past simple. يعني ايه past simple؟ ماضي بسيط. طب والجملة الأولى هتبقى perfect، هتبقى present ايه؟ perfect، اللي هي بقى ايه؟ يعني since لو جت في النص هجيب قبلها has أو أجيب قبلها have زائد البي بي، والجملة طبعا اللي بعدها هتبقى تصريف تاني. هتبقى ايه يا شباب؟ تصريف تاني. زي ايه مثلا؟ تقول لي I have lived here، أنا عايش هنا أو أنا عايش في الجيزة مثلا. I have lived in جيزة، أنا عايش في الجيزة since I was 6، من وأنا عندي كام سنة؟ 6 سنين. يبقى since جات لك أهي في النص، ما جاش بعدها بداية المدة الزمنية، جالي بعدها جملة. هات الجملة دي بقى في زمن مين؟ في زمن الماضي البسيط. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالى كده ندي مراجعة بسيطة على اللي احنا قلناه. يبقى أنا قلت لك الاستخدام بتاع الزمن هو إيه؟ قلت لك بستخدم الزمن ده في 4 حاجات. أول حاجة عندك أنت ما بتقولش تحديد زمني للجملة أو للحدث اللي أنت عملته. طيب تاني حاجة أنت لسه عامل الحاجة دي دلوقتي حالا. اتفقنا؟ تالت حاجة حصلت في الماضي وليها أثر في المضارع. وآخر حاجة حصلت في الماضي ولسه مستمرة في المضارع. اتفقنا؟ طبعا قلنا النفي بتاع الزمن، وقلنا السؤال، وقلنا الكلمات الدالة. طيب في حاجة أساسية هو ذاكرها لك، إزاي بتقدر تعمل passive in present perfect.
طيب ازاي بقى اعمل الباسيف؟ الباسيف يعني مبني للمجهول. يعني ايه باسيف يا شباب؟ مبني للمجهول. يعني بيبتدي بايه؟ بيبتدي بالمفعول. المبني للمجهول بيبتدي بايه؟ بالمفعول. جميل. المفعول هيجي لك بعديه يا اما هاف يا اما هاز، ويجي لي بعدهم انت بتجيب بقى من عندك انت بين زائد التصريف الثالث للفعل. بين زائد التصريف الثالث للايه؟ للفعل. زي لو جيت قلت لك مثلا the homework has been done. يبقى تاني اهو انا بقول لك ايه؟ الواجب اتعمل. ممكن بقى اقول لك هنا بواسطتي by me. يبقى انا بقول لك هنا بقى ايه؟ the homework has been done by me. دي كده بقول عليها صيغه الباسف. بسميها صيغه ايه يا اولاد؟ صيغه الباسف. ان انا ببدا الجمله بايه؟ بالمفعول. انا ببتدي الجمله بالايه؟ بالايه يا اولاد؟ بالمفعول. لو جيت قلت لك مثلا mom has cooked lunch. تمام؟ تمام. يعني ماما طبخت الغداء. جه كده بين قوسين وقال لك لا انا عايزاك تبتدي لي الجمله بمين؟ بلانش. طب هي لانش يعني ايه يا ميس؟ لانش معناها الغداء. مفرد ولا جمع؟ لا مفرد. يبقى تعالى بقى ابتدي بالمفعول كده. يبقى هتقول لي lunch has cooked. لا has been cooked. يعني الاكل مين؟ الاكل الطبخ باي مام. بواسطه مين يا ولاد؟ بواسطه امي. يبقى تاني لما بتيجي تتكلم على الباسف في المضارع التام بيتكون من ايه؟ بجيب المفعول عندي. المفعول لو كان جمع بستخدم معاه هاف، ولو كان مفرد بستخدم معاه هاز. وبعد كده بجيب مين؟ بجيب بين زائد التصريف الثالث للفعل. ده بالنسبه لاستخدام مين؟ لاستخدام الباسف في زمن المضارع الايه؟ المضارع التام. تمام. تعالى بقى دلوقتي نبتدي نحل كده على الزمن. طبعا خد بالك ان احنا في شرح الدرس الاول والتاني احنا سيبنا السؤال بتاع الجرامر عشان نخليه في فيديو منفصل. فانت هتفتح بقى معايا دلوقتي كتاب المعاصر طبعا قدامك، ماشي؟ وهتحل معايا الاسئله. اوكي، حل بقى دلوقتي معايا الاسئله. احنا ما شرحناش تاني، هقولها لك كمان مره. خد بالك ان انا في شرح الدرس الاول والتاني انا ما حلتش اسئله الجرامر، انا مخلياها في فيديو منفصل مع الايه؟ مع شرح الجرامر. قول يلا معايا كده بقى بسم الله عشان نحلل كل سؤال مع بعض. Choose the correct answer from A, B, C or D. I know at my homework already. أول تراك عندك مفتاح الحل هو كلمة مين؟ هو كلمة already. لقيت already جت فين؟ جت لك فين؟ جت لك في آخر الجملة. يبقى I هنا عايزة have أو has زائد التصريف الثالث. طب I بتيجي مع مين يا ميس؟ I بتيجي مع have. يبقى هقول لك I have finished my homework already. جميل. طيب السؤال رقم 2. My car lately. طيب مش وأنا بقول لك الكلمات قلت لك إن أحيانا كلمة lately أنا بستخدمها مع المضارع التام؟ يبقى كلمة lately هي من الكلمات اللي بتدل على المضارع التام. اتفقنا؟ يبقى my car. ركز بقى في دي. هو قال لك هنا إيه؟ my car عربيتي هتصلح نفسها ولا هتتصلح؟ لا هتتصلح. يبقى في حد تاني صلحها. يبقى معنى كده إن my car دي مفعول. my car دي يا أولاد مفعول. يبقى my car has been repaired. طب ليه ما اخترناش نمبر بي اللي هي has repaired؟ ما انت لسه قايله لي يا ميس ان انا في الباسف انا بجيب المفعول وبعدها هاف او هاز زائد التصريف الثالث. تمام. يبقى انا بجيب هاف او هاز زائد التصريف الايه؟ الثالث. طب بالنسبه بقى لرقم 3 ذا ميوزيوم. طب اللي هو الميوزيوم اللي هو المتحف. المتحف برضو يعني مفعول. يبقى ده اهو ركز بقى معايا، ده مفعول وكمان مفرد. مفعول وكمان ايه؟ مفرد. مفعول ومفرد. جميل. يبقى هشتغل بهاز وبعد هاز هعمل ايه؟ هجيب بين زائد التصريف الثالث. يبقى has been visited. has been visited. وفي الاخر قال لك by many tourists. by many tourists يعني بواسطة العديد من السياح. وباي هنا بربط بيها في الاخر زي ما قلنا، وقلنا كمان احنا ممكن نستغنى عنها، مش لازم خالص ان انا اربط بيها. طيب السؤال نمبر 4 they not to Alexandria. حلو قوي. هو بيقول لي هم راحوا اسكندريه. طيب مش انا من شويه قلت لك ان انا ممكن ان بين تو معناها يزور، بتيجي بنفس المعنى بتاع ايه؟ بتاع visit. فانا عايزه اقول لك هم زاروا اسكندريه. يبقى they have never been
ولا has never been ولا has ever been ولا never has ولا never have. طبعا الوحيده اللي تنفع فيها كل الاركان جاب لي have وبعدها never وبعدها مين يا ميس؟ وبعدها been. يبقى they have never been to Alexandria. هم ما سافروش اسكندريه، عمرهم ما راحوا اسكندريه. بعدها he not the room. هو هنا اهو هو بيقول لي هو ساب الغرفه، يبقى انا عايزه اقول just left. لا ما تنفعنيش طبعا. بعدها has just left طبعا فيها كل الاركان، يبقى he has just left. يبقى هو لسه سايب الاوضه. نمبر 6 we not in this city since 2017. نقط في المدينه دي منذ 2017. جميل. جاب لي since، جاب لي بعدها من بدايه 2017 او من 2017. يبقى انا عايز have او has زائد التصريف الايه؟ الثالث. يبقى we has لا طبعا we have هي دي اللي تنفعني عشان جاب لي have زائد التصريف الثالث للفعل. واللي بعده احمد نقط that movie yet. ادي yet مفتاح للحل، يبقى هتكلم على مين؟ على مضارع تام. بص بقى didn't طبعا ما تنفعش ماضي بسيط، doesn't مضارع بسيط، wasn't seen ده اساسا باسف وفي حاله الماضي مش عايزه، يبقى انا عايز مين؟ hasn't seen. احمد ما شافش الفيلم ده قبل كده. we not friends since primary school. خدت بالك من كلمه since دي؟ since هيجي بعدها اسم. since جه بعدها ايه يا اولاد؟ اسم. خد التركه اهي من خلال الاسئله. يبقى احيانا عندك since بيجي بعدها اسم. يبقى انا قلت we not friends احنا صحاب ماشي من امتى؟ منذ ان احنا كنا فين؟ كنا في المدرسه الابتدائي. يبقى we since عندي واضحه، يبقى بتقول لي هات يا ميس have زائد التصريف الثالث. طب ليه ما قلتيش has؟ عشان الفاعل عندك هنا مين؟ عندك we. اتفقنا؟ اتفقنا. بعد كده I know that book already اهي you can borrow it. انا عملت ايه في الكتاب ده بالفعل؟ انت تقدر تستلفه، يبقى انا قراته بالفعل. جميل. عندك already يعني مضارع تام، have او has تصريف ثالث، يبقى I have read. I have ايه؟ I have read. جميل. طيب يلا يا ولاد بعد كده عندنا question number 10. I know English for 12 years. خدت بالك بقى من for 12 years دي؟ قدامك الكتاب طبعا وانت مركز معايا. for جه بعدها عدد السنوات كاملة. انا ايه بقى انجلش؟ بقالي 12 سنة او لمدة 12 سنة. have spoken ولا speak ولا spoken ولا am speaking؟ يبقى I have spoken English for 12 years. Number 11 نقط you ever been to Alexandria. نقط انت زرت اسكندرية. ادي عندك التصريف الثالث وكمان ever يبقى مضارع تام، ويو هتختار has. لا غلط، انا عايز مين؟ انا عايز have. اللي بعده the homework. اول ما يقولي the homework يبقى على طول مفعول. the homework نقط yet. يا ترى الواجب ما خلصش نفسه ولا لم ينهى بعد؟ يعني الواجب لسه ما خلصش، يبقى hasn't been finished. يبقى the homework hasn't been finished. السؤال رقم 13 we have lived in this city نقط 2015. احنا عايشين في المدينة دي قبل السنة. قبل السنة تبقى for؟ لا يا ميس انت قايله لي قبل السنة على طول هتبقى since. I haven't seen that film. انا ما شفتش الفيلم ده. في هنا ايه؟ نوت صح؟ نوت نورت لك ايه جوه الجملة. يبقى اول ما تلاقي نوت يبقى تختار yet. اول ما تلاقي نوت هتختار ايه يا اولاد؟ هنختار yet. نبدأ بقى السؤال نمبر 15. معايا السؤال رقم 15. اوكي. many God changes. ركز في السؤال ده. many God changes معناها تغيرات جيدة. in our school recently. لسه قايله لنا في الشرح ان recently و lately الاثنين بيدلوا على المضارع التام، فبيقول لي في تغيرات كتيرة اتعملت. هي التغيرات بقى هتحصل ولا في حد هيعملها؟ اكيد في حد يعملها. يبقى ايه التغيرات دي؟ في الحالة دي هتبقى مفعول. طب مفعول والسلام؟ لا ده مفعول جمع. مفعول ايه؟ جمع. يبقى انا عايزه الباسيف مع الجمع، يبقى هيبقى have been made. I have known my best friend. انا اعرف صاحبي دوت نقط 10 years. جاب لي اهو لمده 10 سنين. لمده 10 سنين جاب لي عدد السنوات جمع، يبقى for 10 years. question number 17 many students. طلبه كتار
طب واحد بقى هنا يقول لي ايه؟ خلاص يا ميس دي على طول ايه؟ have helped. هقول لك لا، كمل قرايه الجمله للاخر. many students by their helpful teachers this year. يعني طلبه كتير تمت مساعدتهم بواسطه، اتفقنا ان باي اهي جه بعدها الفاعل اللي هم ايه؟ المعلمين اللي ساعدوهم. يبقى many students هنا يا ميس ايه؟ مفعول. many students ايه يا شباب؟ مفعول. طالما مفعول وجمع يبقى انا عايز have been helped. طلبه كتير تمت مساعدتهم عن طريق مدرسين متعاونين. he not his homework so he can relax now. الجمله دي اللي انا كنت شرحها لك في الاستخدام، اتفقنا اللي هو ايه؟ جمله حصلت في الماضي، هو فعلا خلص الواجب بتاعه ولذلك هو يقدر يستريح. النتيجه بتاعتها بقى اهي ظهرت في المضارع. يبقى نمبر 18 he has just finished. هو لسه مخلص الواجب حالا يقدر يستريح. نمبر 19 new cities. مدن جديده. cities جمع وفي عندك باي اهي بواسطه يبقى مفعول، والمفعول دوت جمع يبقى على طول عايز have been زائد التصريف الثالث يبقى have been built. يبقى في مدن جديده اتبنت by the current government. current government يعني الحكومه الحاليه. اتفقنا؟ نبتدي بقى ناخد اخر سؤال في التشوز عشان بعدها نكمل. نمبر 20 my car has been. عربيتي. جميل، هو جاب لك المفعول وجاب لك has وجاب لك been، يبقى ناقص لك التصريف الثالث اللي هو repaired. اتفقنا؟ يبقى my car has been repaired. عربيتي اتصلحت lately so it's working well now. عشان كده هي دلوقتي بتشتغل كويس. يلا اللي بعده complete the sentences with the correct form of the words. جميل، انا عايز بقى اعمل ايه؟ هصحح. تعالى اعمل لي بقى ايه؟ صحح لي بقى هنا. my sister break. لا my sister ما ينفعش break her phone again. اختي كسرت ايه؟ كسرت عملت ايه؟ هي كسرت التليفون مره ثانيه. الحدث ده اول حاجه بقى ركز في سؤال الكوريكت. ليه؟ عشان انت في سؤال الكوريكت هو بيعتمد على مذاكره الاستخدام. هو هنا جاب لك تحديث زمني في الماضي؟ لا، هو بيقول لك اختي كسرت تليفونها مره ثانيه. في حاجتين من الاستخدام، ما جابش تحديث زمني في الماضي، وتاني حاجه ان الفعل دوت اتكرر عدد مرات الفعل هو كسرته مره ثانيه. يبقى انا عايز مضارع تام. يبقى my sister ايه يا شباب؟ my sister has broken. my sister ايه يا اولاد؟ has broken. مضارع تام يعني has وتصريف ثالث عشان my sister مفرد. I not see that movie yet. انا ما شفتش الفيلم ده قبل كده. جميل، ادي yet مفتاح الحل بتاعك هنا yet، انما مفتاح الحل في الجمله الاولى باكد ان هو على الاستخدام، انما الجمله الثانيه مفتاح الحل بتاعها yet. يبقى I haven't seen. يبقى هقول haven't seen يعني انا ما شفتش الفيلم ده قبل كده. we read 3 chapters since 7 o'clock. احنا قرينا 3 فصول منذ الساعه 7. يبقى جاب لك since وجاب لك بعدها بدايه الساعه. جاب لك since وجاب لك بعدها بدايه الايه؟ الساعه يا ولاد. يبقى انا عندي هقول له ايه؟ على طول هقول له we، او هي اوريدي we مكتوبه يبقى we have read. انا جبت have والتصريف الثالث، واوعى تنسى ان هو read. تاني جاب لك هنا since وبعدها 7 الساعه 7. يبقى لو جاب لي برضو هنا عندك كلمه since منذ الساعه 7 منذ الساعه 2 منذ الساعه 3 يبقى دي بدايه المده الايه؟ الزمنيه. جميل؟ جميل يا ميس. يبقى since هنا هي كانت مفتاح الحل. نمبر 4 has you ever eat فلافل؟ هل انت اكلت طعميه قبل كده؟ جميل، ادي وادي ايفر، وانت علمتيني وادي هذا هي اللي بتقول لي ان الجمله مضارع تام، وايفر بتقول لي ان الجمله اصلا مضارع تام. بس يو هيجي معاها مين؟ هيجي معاها have. وايفر eat التصريف الثالث بتاعه eaten. نمبر 5 she study English since. طب تمام، مفتاح الحل بتاعك since، جه بعديه ايه؟ جه بعديه ماضي بسيط. since she was a child يعني هي بتدرس انجليزي من وهي طفله. يبقى انا محتاج هنا has والتصريف الثالث، يبقى she has studied.
واوعى تنسى لما جبت التصريف الثالث بتاع study، ركز بقى في دي، ان كلمه study او الفعل study اخره واي، وبيفور الواي قبل الواي جالك consonant sound، يعني جالك صوت ساكن، فانت عشان تجيبه في حاله التصريف الثاني او الماضي عشان الاثنين زي بعض هتشيل الواي وتحط اي دي، اوعى تنساها. اللي بعده have you، بعد كده never been to أسوان، هل عمرك زرت أسوان؟ طب احنا قلنا ان اللي بيجي في السؤال never ولا ever؟ لا يا ميس انت قلتي لي بيجي في السؤال هي ever. جميل. The windows has broken. The window has broken. طب هو هنا قال لي the window، طيب the window دوت مفرد، الشباك تم كسره، في has الحمد لله، في التصريف الثالث الحمد لله، يبقى ناقص لك been، يبقى the window has been broken. بعدها they just finished the science project، هم انهوا بالفعل المشروع بتاعهم، جايب لي just كلمات دالة على مضارع تام. they ماشي، ركز بقى، احنا قلنا just بتيجي فين؟ بتيجي بعد have او has، وانا ليه هستخدم هنا have؟ عشان they للجمع، يبقى they have وبعد كده احط just وبعد كده الفعل اللي هو finished. اتفقنا؟ اتفقنا. بعدها نمبر 9 you ever ride a horse، يا ترى انت ركبت حصان قبل كده؟ جميل، جاب لي ever مفتاح الحل، يبقى you، يبقى هسأل بهاف. have you ever ridden a bike ridden a horse؟ هل عمرك ركبت حصان؟ يبقى التصريف الثالث من الفعل رايد هو ridden بالدبل دي وبعدها تحطي ايه؟ en. اتفقنا؟ اوكي. بعدها عندك نمبر 10، نبدأ بقى في نمبر 10. اوكي بسم الله. ده تاسك، يعني المهمة بتاعتنا تمت بالفعل. جميل، اوريدي اهي مفتاح الحل بتاعك. طيب اوريدي مضارع تام، ذا تاسك المفعول، يبقى انا عايز الباسف في المضارع التام، المبني المجهول في المضارع التام، يبقى تاسك دي مفرد، يبقى انا عايز هاز واجيب من عندي been، وبدل complete هتبقى completed، يبقى التصريف الثالث بتاع complete completed. لازم تحفظ تصريفات الافعال الاول والثاني والثالث. جميل. اللي بعدها نمبر 11 داليا has learned English since 10 years. حلو قوي، هو قال لك بقى منذ، جاب لك كلمه منذ since وجاب لي since 10 years، يبقى انا على طول عايزه مين؟ انا عايز فور. طب ليه؟ عشان احنا قلنا لما بيجيب عدد السنوات كامله على بعضها على طول هقول لك ايه؟ على طول هقول لك فور. امال يا ميس هو لو كان مثلا قال لي since 216 من سنه مثلا ايه؟ من سنه 2016، ففي الحاله دي كانت هتبقى صحيحه. اتفقنا. The invitations، جميل، يعني ايه the invitations بقى؟ الدعوات، انت لما بتبعت دعوات لحد، دعوة فرح او دعوة عيد ميلاد اسمها invitations. the invitations الدعوات تم توزيعها، sent out يعني ايه؟ بتتوزع. انا خلاص احنا وزعنا الدعوات، الدعوات يعني مفعول، وطالما already يبقى في زمن المضارع التام. روح بقى على المفعول اللي هي the invitations، جمع ولا مفرد؟ لا هي جمع يا ميس، يبقى انا عايز have. اتفقنا كده؟ يبقى the invitations have already وبعدها been sent. ركز بقى في الجمله دي عشان هي فعلا جمله مهمه. انا هنا بقول لك ايه؟ ان الدعوات تم توزيعها خلاص على المدعوين. اتفقنا ان الانفيتيشن ديت جمع عشان جايب لي استر جمع، دي دعوات. جميل. وباسف باسف، جبت من عندي have. طب انت يا ميس ليه جبتي بين ما جبتيهاش على طول؟ عشان حتى اتفقنا ان اوريدي بتيجي بعد هاف او هاز، وهو عاوز نستخدم اوريدي، يبقى انت ما عملتش اي حاجه غريبه، انت كل اللي عملته ان انت جبت هاف عشان انفيتيشنز جمع، وبعدها استخدمت لي اوريدي، وبعد كده بين زائد التصريف الثالث اللي هو sent. رقم 13 he worked as a teacher for 5 years، هو شغال مدرس بقاله 5 سنين. خلاص ادي فور المفتاح بتاع الحل بتاعك، يبقى he has worked. he has ايه يا شباب؟ worked. التصريف الثالث من work هو worked. جميل. بعدها بيقول لي the windows not clean yet. yet اهي مفتاح الحل بتاعي، مضارع تام، have او has تصريف ثالث، بس هنا دي الشبابيك ما نظفتش نفسها، حد نظفها، يبقى الشبابيك بقت مفعول. الشبابيك عندك جمع، برافو عليكم. يبقى انا عايزه مين؟ have عشان هي جمع،
وبعدها been من عندي واجيب التصريف الثالث cleaned. يبقى تاني باكد على ان صيغه الباسيف هي have او has been زائد التصريف الثالث. have you ever طالما have اهي يبقى انا عايزه ايه؟ انا عايزه تصريف ثالث، واتفقنا ان التصريف الثالث من رايد هي ridden. اوكي. my self respect. self respect يعني احترامي لذاتي. طب احترامي لذاتي نقط a lot recently، يعني احترامي لذاتي تم نموه ايه؟ a lot recently مؤخرا. يبقى has improved؟ لا، هتبقى has been improved. هتبقى has been improved. the match just begin. begin يعني يبدأ، يبقى الماتش بدأ، صح كده؟ يبقى هتقولي ايه؟ has just begun. خد بالك ان التصريف الثالث من begin هو begun. This book read by thousands of people early. يعني الكتاب دوت تمت قراءته بواسطة آلاف من الناس. حلو قوي. يبقى the book دوت طبعا ايه؟ مفعول. يبقى لما اجي اقول لك الكتاب ده يبقى has تمت قراءته، يبقى هو مفعول، يبقى has been read. has been ايه يا شباب؟ read. The dishes not washed yet معناها الاطباق ما اتغسلتش بعد. طب لما اجي اقول لك بقى the dishes طبعا ديت برضو هتبقى مفعول، يبقى انا عايز have او has. يبقى have عشان dishes دي جمع، يبقى the dishes have not been washed. كمان مرة dishes يبقى هي مفعول، يبقى have not been washed. بيقولي بقى خد بالك correct the mistakes in the following sentences. عايزين بقى نصحح الايه؟ الخطأ ده. The movie have been watched. الموفي دوت مفرد، الكتاب ده يا ولاد مفرد، يبقى have دي هتبقى has. have دي هتبقى يا ولاد has. خلينا نكتبها لك جواها، يبقى have دي هتبقى has. He has never saw snow. هو عمره ما شاف التلج او الجليد. He has never saw لا، has عايزه مين؟ عايزه التصريف الثالث، يبقى هتبقى seen. lunch hasn't cooked yet. الاكل ما طبخش ولا لم يطبخ، يبقى كل الموضوع ان انت عايز تزود هنا كلمه been، يبقى hasn't been cooked yet. we has gone to the market. we has gone لا طبعا هتبقى we ايه؟ we have gone to the market. اوكي. بعدها she have just finished her work لا، تبقى has عشان في عندك she. she has supported by her friends. هي تم دعمها بواسطة أصدقائها. جميل. يبقى أنا برضو she هنا مفعول، يبقى أنا عايزة أجيب بعد has، ركز، عايزة أجيب بعد has هتبقى في عندك been، في عندك been. اتفقنا؟ سؤال الريرايت. طبعا طلاب العربي ما كانوش بيتعرضوا لسؤال الريرايت في السنين اللي فاتت. هتتعلموا معايا دلوقتي. طلاب اللغات بس هم اللي كانوا بياخدوا سؤال الريرايت في الاي ليفل بتاعهم، بس هو سؤال سهل وتقدر ان انت تحله معايا بكل سهوله. فتركز بقى ايه معايا في الجزئيه دي. انا بقول لك rewrite the following sentences using the words in practice. استخدم لي been. they have bought a new car. هم ايه؟ they have bought a new car. هم اشتروا عربيه جديده. كلمه been هنا معناها ان انا عايزه ابتدي بالمفعول، يبقى انا هقول ايه؟ a new car. يبقى على طول هبتدي بمين يا ولاد؟ a new car. طيب a new car ايه اللي حصل لها بقى؟ خد بالك ان new car دي مفرد، فهتقول لي has been bought by
وازاي هحولها لذم بواسطته. وبعد كده عندك يت. she has visited أسوان. اتفقنا ان يت بتيجي في الجملة المنفية، يبقى she hasn't visited أسوان. بعد كده عندك for. he has lived in Cairo since 2020. عايش هنا منذ 2020. عشان تجيب بعدها for احسب من 2020 ل 2025 5 سنوات. فانت هتقولي for 5 years. هكتب الجملة زي ما هي، فهتقولي he has lived in Cairo for 5 years. بتحسب المدة الزمنية من عدد السنين اللي هو مديها لك. football has been played by them. عايز نبتدي بزي. ركز كده ان زي اساسا كانت متحولة لضمير المفعول اللي هو them. يبقى انا هقول له they. جميل. رجع بقى الجملة لأصلها. هتشيل been وthey هيجي بعدها have. يبقى they have played football. آخر جملة عندك كلمة just. they watched a TV a short time ago. اوعى تنسى ان كلمة just بتساوي a short time ago. a short time ago بتيجي مع الماضي البسيط، بتيجي مع التصريف التاني الفعل، انما just بتجيلك فين؟ بتجيلك مع المضارع التام. فانت هتقول لي they وتجيب من عندك have بعد كده just. اوعى تنسى ان just بتجيلك فين يا ميس؟ just بتجيلي بعد have او has. والتصريف الثالث watched TV. يبقى كده الجزئية دي عندك خلصت. تمام؟ يبقى احنا كده حلينا جميع الأسئلة بتاعت ايه؟ حليت معاك جميع الأسئلة بتاعت المعاصر. خد بالك بس في تريك صغيرة قوي كنت عايزة أفكرك بيها، إن هو لو جاب لك مثلا أحمد، ركز في دي كويس قوي، أحمد has been to أسوان مثلا، أحمد راح أسوان، ركز في دي. أحمد نفس الجملة has gone to أسوان. اتفقنا؟ has been to أو have been to معناها إن أنت رحت المكان. طالما جاب لك بعد been to أو جاب لك بعد gone to جاب لك بعدهم place مكان، يبقى ركز بقى. بنتو لو جاب بعدها مكان انت رحت المكان ورجعت. اتفقنا؟ يبقى انت كام باك، يبقى احمد خلاص احمد كام باك رجع. اتفقنا؟ انما جانتو معناها ان انت رحت المكان بس احمد هو لسه هناك، احمد is still there. يبقى اوعى تنسى الفرق ما بين الاثنين، ان بنتو رحت المكان ورجعت، وجانتو رحت المكان لكن انت لسه ما رجعتش منه. كده احنا خلصنا شرح المضارع التام بالكامل. حليت معاك اسئله المعاصر. في حاجه كمان سايبها لك هديه في الديسكريبشن، هسيب لك لينك للملزمه وانت تحل جميع الاسئله اللي في الملزمه، وكمان هسيب لك نسخه تانية فيها كل الاجابات عشان تقدر تراجع اجاباتك. لو في اي حاجه وقفت معاك تقدر تكتب لي في الكومنتس وانا هرد عليك ان شاء الله. استناني في فيديو جديد مع شرح ان شاء الله الدرس الثالث، وبعد كده نكمل مع بعض. باي باي.